انا اصلا يعني عرفت بقى الفكره، هو الموضوع بدا معايا مش كونتنت كريشن، هو بدا معايا تصوير. انا كنت حرفيا كده في كليه طب اسنان اسكندريه، عندنا في مكان كده بنسميه المنور، هو اسم بنقعد فيه يعني، هو عشان فعلا بين 3 مباني كده، فهو كانه منور كده. حلو. الدكاتره بتتجمع فيه يعني. فكنت قاعد مع صاحبي دكتور احمد حسن. صورت صوره لفوق؟ لا ما صورتش حاجه لسه. هو اخته كانت بتدي محاضره في كليه صيدله عن التصوير. جميل. وهو كان عايزني نروح المحاضره دي نعمل لها زحمه في المدرج. ايوه عشان هي مطلوب. الدنيا بالظبط قوي قلبها برضه. بالظبط. وانا ما كنتش عايز اروح، انا كنت عايز اروح اكل بيتزا يعني. انا فعلا يعني ده كان، وهو قاعد زن عليا وكده ان انا اروح المحاضره دي وكده يعني. فانا رحت المحاضره دي. بص انا المحاضره دي نورت عندي حاجات. انا طول عمري عندي احساس ان انا جامد، بس ما فيش اي حاجه تثبت ده يعني. حاسس ان انا من جوايا مختلف وكرييتيف، وانا حاسس حاسه كاحساس، بس ما عنديش حاجه اطلع فيها الطاقه دي. فلما حضرت المحاضره دي عن التصوير، عرفت ان التصوير مش ضغطه زرار زي ما انا كنت مفكر. عرفت ان في فن وفي رولز وفي علم، قواعد وعلم وكومبوزيشن والاضاءه وي وي وي. انا طالع من المحاضره دي ما تعرف، انا الموضوع دخل دماغي وخلاص. انا عايز اتعلم التصوير. انا عايز اتعلم التصوير. جامد. طالع من المحاضره بالموبايل عمال انام على الارض في الكليه واحاول اصور الحاجات خلاص اتوهمت بالموضوع جدا. ده الكلام ده في رابعه كليه، قبل الامتحانات مثلا، اخر اللي هي الامتحانات الخالص فاينل مثلا بشهر. فانا قاعد الشهر الاخير شفت الباشن بقى الجديد ده. شفت الباشن الجديد. انا افتكر كان ليله امتحانات الفاينل في سنه رابعه، بكره عمال اتفرج على فيديوهات تصوير واتعلم واشوف بقى ان بتصور ازاي، وعمال اتفرج واصور بقى نقطه الميه والسبلاش بتاع البالونه وهي بتفرقع. قعدت بقى ثقفت نفسي جدا وبتاع. خلاص الموضوع دخل دماغي وما تفهمش بقى يعني، لزق في دماغي بشكل رهيب يعني. جامد. وبعد كده خلصت سنه رابعه على الفاينل، قلت انا لازم اشتري كاميرا. لازم اشتري كاميرا واصور التخرج او اللي هي صوره الدفعه دي، عايز انا اللي اصورها. جامد. بس وقد كان